في المشهد اللي بعد كده بنشوف جثة كيلن وهي موجودة في المشرحة، والدكاترة بدأ يشرحوا الجثة. وقتها جاك اتصل بدكتور المشرحة وعرفه ان هم مش عاوزين يصرفوا على الجنازة ويحطوا في اي تابوت رخيص وقديم جدا، لان خسارة فيه المصاريف اللي هيصرفوها. وقتها الدكتور بيستغرب جدا من كلام جاك، لانه عارف كيلن شخص غني جدا وعنده ثروة كبيرة ولازم يعملوا جنازة ليه احسن من كده. لكن الدكتور بينفذ كلام مرات كيلن، وفعلا جابوا ارخص تابوت وحطوا الجثة فيه. تاني يوم وقت الجنازة كل حبايب كيلن بتتجمع علشان يبصوا عليه النظرة الأخيرة ويودعوه، وجمانة الخاينة كانت عاملة نفسها زعلانة جدا ومتأثرة بموت جوزها. الغريب إن الكلب بتاع كيلن وقت الجنازة فضل ينبح على جمانة كأنه عارف إن هي اللي قتلته. وبنشوف الضابط فورد وهو متأثر جدا على موت صاحبه. وفي نفس اليوم الخاينة بتحتفل بموت جوزها وتجيب عشاها البيت، وفضلوا يشربوا ويهزروا مع بعض، وكانوا فرحانين جدا إن خطتهم نجحت من غير ما حد يحس بيهم ولا يعرف اللي حصل. لكن وهم مع بعض بيحتفلوا الكلب بول فضل ينبح عليهم. راحت جمانة اتعصبت جدا من صوته، راحت خدت البندقية وراحت عنده عشان تخلص عليه، لكن الطلقة بتيجي في قفل الباب. علشان كده الكلب بول هرب بسرعة من المكان قبل ما جمانة تخلص عليه. بعد كده بيرجعوا هما الاتنين مرة تانية ويحتفلوا، وجمانة كانت سعيدة جدا بموت جوزها لأن هي الوريثة الوحيدة ليه وكل الثروة هتكون ملكها. في المشهد التاني الكلب بول بيزعل جدا على اللي حصل ليه بعد موت صاحبه، علشان كده راح المقابر عند كيلن وفضل يبكي وينبح عليه. المفاجأة بقى إن كيلن كان لسه عايش والسم ما أثرش فيه، ولما استعاد الوعي ولقى نفسه في تابوت كان هيتجنن. راح بكل قوته فضل يكسر في التابوت، والتابوت كان سهل جدا إن هو يتكسر لأن مراته المجرمة اختارت ليه تابوت رخيص جدا. وفعلا بعد تعب ومجهود كبير كيلن نجح إن هو يطلع من التابوت. والكلب بول لما شافه في البداية كان خايف منه جدا، لكن بعد كده فرح جدا لما عرف إن هو صاحبه كيلن. وقتها كيلن كان مصدوم جدا من اللي عملته فيه مراته، لانه افتكر كل حاجه قالتها له قبل ما يموت، وانها حطت له السم في الاكل عشان تخلص عليه وتورثه. وساعتها عارف ان هي بتكرهه جدا. وبنشوف كيلن وهو تعبان جدا ومرهق ومش قادر يسلك طوله، لكن بصعوبه قدر يمشي لحد البيت. ساعتها اتفاجئ بمراته جمانة وهي حاضنه عشاها الدكتور جاك وبيحتفلوا مع بعض بموته. بعد كده كيلن حب يستريح شويه لحد ما جاك عشيق مراته يمشي من البيت، بعد كده ينفرد بيها ويخلص عليها. وساعتها المطر كان نازل بكل قوته، وكيلن كان صعب جدا ان هو يتحرك بسبب التعب اللي هو فيه. علشان كده كسر الازاز بتاع المخزن وراح استخبى فيه، لكن من كتر التعب نام لحد الصبح.